احمد يا احمد نشوف. في ناس ممكن تكون شايفاني لاول مره وفي ناس ممكن تكون عارفاني. الحقيقه ان النهارده ممكن هقدم حاجه لحد ما مختلفه، انما ان شاء الله يعني هتعجبكم. في ناس كتير سمعتها وعجبتها شويه، اعتقد ان ان شاء الله يكون حاجه كويسه. قبل ما اطلع فكرت ان انا اعمل سكتش، بس يعني انا ما عنديش وقت بصراحه بسبب الامتحانات وكان عندي رسمه النهارده. فعلى ذكر كلمه سكتش افتكرت باشمهندس احمد حمدي بتاع الرسم. حد عارفه؟ ايه يا باشمهندس منك ليه؟ حد يكتب ده يا خد راحتك. يلا يا باشمهندسين كله يفتح السكتش بوك بتاعه ويكتب ورايا الهوم والكلام. الناس اللي بتتكلم هناك مش باين قوي تاني ولا ايه؟ هنا بقى مش مهندسين الهولو سلندر اللي قدامنا ادي كده هولو سلندر ايه؟ بداية 30 اما تيجي تعمل القاضة هنا اما تيجي تعمل القاضة هنا كده من طبعا القاضة بتاعنا ايه اهو هتظهر كده اتش وخفيف واتش 45 100 على ايه كده؟ هي مش مهندس وعلى ذكر 60 داهية بقى. طب يلا اسلام عايزين نلعب متهيألي مش عارف انا خايف اكون بس اللي ده غلط حد، بس صدقوني بجد يعني اللي هو يعني انا هحاول التقليد يكون موضوع شويه يعني مش بتريق على حد او هقول حاجه وحشه برضه على لسان حد. انما على طول افتكرت دكتور محمد السيد. هتعرفوه؟ طبعا محمد السيد. ها؟ محمد السيد محمد السيد اول ما يجي يشتغل ايه ده؟ فين الناس؟ ايوه احنا فاضيين؟ ايه يا بابا؟ احنا جايين ناكل ولا جايين نتعلم؟ انما بقى يا رجاله خلينا نقول درجات في الهوا. درجات بتبدا على ايه؟ انا مش عارف والله بجد. انت حاسه كده شفيت الثلاثه هادي انا مش مطمن يا جماعه. الامتحان ليه ثاني جدا وفي درجات اوفر بس الحل اللي جاوب فيها سوسن فيها عبود. خلاص نرجع بقى لموضوعنا. ده اللي انا اقدر اقلده محمد السيد. نعم رهيب. ايوه ممكن اكلمك ممكن لو سمحت ممكن اكلمك عشان انا مش مخصوص ولا مره انما على كلام زمايلي خلاص انا دكتور ايه مستنيك اللي ورا. ثانيه واحده اكمل كلام والمصحف اكتب ورايا استنى بس لا اكتب ورايا كلمني هما بيقولوا لي خلي اخر حاجه انا لسه عندي ناس كتير لدرجه ان انا كاتبهم في ورقه مش عارف اقلدني ولا لا. ماشي هكمل عشان رغبتكم بس طبعا يا جماعه في احترام للبرنامج في ناس المفروض تقول فطالما انتوا بتستنوا معانا يبقى
انا برضو يعني كنت بقسمهم يعني اسره الفيزياء، اسره الميكانيكا، اسره بس يعني هو كده الناس دخلت في بعضها. وعلى ذكر الناس اللي دخلت في بعضها وانا بتكلم بالطريقه دي، فاعتقد ان انا احاول اقابل دكتور احمد امير بيومي. هتعرف؟ وانا اعتقد ان الكلام ده موجود بره مصر. انما يعني ممكن الى حد ما، انما خلونا بس نتفق على انواع التعريف. عرفنا ان في تعريف دائري، تعريف عام للغايه، تعريف مش عارف ايه. بس انا عايز اوصل وان الهندسه عباره عن حاجتين، يعني نتفق انها علم وفن الاثنين مع بعض. فبعد ما قلنا العلم والفن، خلينا برضه نكمل مع أسرة الإنسانيات. على طول نقول دكتور صلاح المفتي. حد عارف صلاح المفتي؟ أيوة دكتور صلاح المفتي. دكتور صلاح المفتي. على فكرة هو عطاني السي في بتاعته امبارح. النهارده هناخد introduction to petroleum mining and petrology. engineering يا ابني، انت في وسط السطر يا ابني ابوك بيصرف عليك، لازم تكون قد المسؤولية يا ابني. خمس مواد. انما كمان برضو خلينا برضو نذكر دكتور ابو هديمه. ابو هديمه يعني انا لما يعني هو ابو هديمه، يعني ابو هديمه ماليش لوازم، انما انا ممكن احاول اجيب الطريقه بتاعته. فابو هديمه دايما يقول ايه؟ لقد رشحوك لامر لو فطنت له تربأ لنفسك ان ترعى عليه. يا جماعه يعني دكتور هلال انا ما كنتش حاضر غير دكتور هلال ما حضرتلوش غير محاضره واحده بس. ماشي دكتور ما حضرتش محاضره واحده بس، وانا غالبا كنت نايم وكمان قفلت منه، فيعني اللي هو ايه؟ لا اصلا يعني انا ما فهمتش، يعني انا ما فهمتش منه، مش قفلت منه اللي هو كده. انما في لو بنتكلم عن الميكانيكا خلينا نشوف دكتور زكريا. حد عارف دكتور زكريا؟ طب ربنا يستر بقى. انما دكتور زكريا يعني دي كده دخله كده كويسه، دي اول ما ادخل صباح الخير يا باشمهندسين. خلينا نتكلم شويه عن الكليه اللي هي عايزه فيه الحياه اللي هي عايزه تكون كويس. انما كمان خلينا ندخل في موضوع المنهج بتاعنا. واحنا قسم طيران يعني عندنا اي حاجه خالص، انما يعني فيها يا باشمهندسين الاستراكشر جاله قوتين شتى، وبالتالي حتى الكليه كويس. لا ما ينفعش حد البيت. ما حضرش في ناس طلبوا الدكتور مسيري. حابين تسمعوا دكتور مسيري؟ طيب يعني انا لو دكتور مسيري طبعا الراجل ده يعني علينا على راسي، مش عارف اللي هو يعني انا شايف حتى مجرد ان انا لو انا عرفت طاقه الوضع زي ما بعرفها دكتور مسيري مش عارف، حاسس انها حاجه مختلفه. انما دكتور مسيري اول ما يدخل الصوت يا جماعه لو سمحت، الصوت اكتبوا ورايا لو سمحتوا. تعرف كده الوضع. يعني تعرف كده الوضع الناس شو الموجود ده بالجذبيه.
دول لي قصة وإني عارفين دالة الانترفيو إنها إدارة الفوضى اللي وجدت على أي نظام. وطبعا كل ما زاد عدد المستخدمين، كل ما زاد نشاط النظام، كل ما زاد الانترفيو بتاعتي. تماما بالظبط زي اللي بيحصل إن في مواقع عليها ضغط شديد جدا. طبعا أنا مش هقول المواقع دي إيه. كده مسخرة. هو انا دكتور برهام يعني طب دكتور برهام الحقيقه ان انا ما حضرتوش غير محاضرتين تقريبا، يعني ما علمش احمد هو محمود عادي يعني مش عارف. طب بص طيب في بس معيد باشمهندس احمد عصام تقريبا ده بيت ولا حد عارفه؟ طيب يعني الناس تحاول يعني الناس اللي تركز ان هو تقريبا ما عطاش كتير الترم ده. باشمهندس احمد عصام لما كان بيشرح الاستنتاج الرياضي كان بيقول معلش انا اسف يعني الناس اللي مش عارفه احمد عصام، هو كان دايما يقول ايه؟ يعني ايه يعني؟ هنا بقى عندنا ان زائد واحد، احنا عايزين نثبت عندي ان زائد واحد، يعني لو هي صح عند واحد هتكون صح عند الاثنين، لو صح عند اثنين هتكون صح عند ثلاثه. بس يعني هو ده اللي يعني اظن ده الناس ما اعرفش اكتب ايه. احمد عاطف لو اشتغل مش عارف اشتغل كده. وانت كده المفروض انك انت عايز تطلع منين؟ لو محتاج معانا تربيه خلاص اضرب في ام. يعني على ذكر انت عندك معادله تربيه هتعمل التحويلات بتاعتها، خلاص نحط التحويلات مطرح الاكس تربيه والواي تربيه. دكتور عبد السميع ما حضرتلوش خالص يعني. انما برضه على ذكر الرياضه في معيد باشمهندس اسلام، حد عارفه؟ باشمهندس اسلام هو مميز باشمهندس اسلام لما يجي يشتغل يكون معاه تقريبا حل الشيت ورا ظهره كده وعامل كده. طب ايه ده في 4 ترمات ولا بقى 4 البيت على كده دكتور ياسر ما حضرتوش ولا دكتور عبد الحكم. وانا يعني انا كده اعتقد ان انا خلصت كل الناس اللي عندي. ناجي ولا نبيل؟ محمد ناجي برضه. هو دكتور نبيل دكتور نبيل بتاع الكيمياء. هو انتوا خدتوا المحاليل؟ لا ناجي يا جماعه بصوا يعني ما تحاولوش تقولوا ان انا اقلد نفسي يعني انا مش عارف، بس خلينا بس كده علشان اختم بس يعني ايه بحاجات عامه. في بعض شخصيات عامه انا بعرف اقلدها. دكتور فتوح لما كان بيتكلم انور السادات
دلوقتي انت دلوقتي حضرتك اعلنت انها دوله عرق ودوله ايمان. انا مش عارف دلوقتي هل انا صندوق ولا كافر ولا مرشد ولا شيوعي ولا ايه بالظبط يا ريس؟ لسه يا جماعه لسه واحد كده طلب عليك يعني يا ابني سيبني اجاوبك على النقطه دي. انا اعلنتها في عام 71 اني رئيس لدوله العلم والايمان. وعلى ذكر بالفتوح تيجوا بقى يطلعوا لنا اخر يوم. على ذكر بالفتوح وكان المنظر اللي كانت تقريبا الخميس اللي فات تقريبا، عمرو موسى كان لما اول فتوح يعني يسال حاجه كان دايما عمرو يقول وانا عايز اسالك يا دكتور فتوح اريد اجابه مش هنفعها حتى سؤال حدث انك تفرح انا ليها فلوس واحده كانت في بنات 20 سنه كده عمرو لا مستر فودة هو دايما مش عارف هو عنده ارتكارية ويعني هو مسألة أريد أن أسأل حضرتك على الوضع الذي تم الإعلان عنه. استنى بس بس يوسف لا انا يعني ما اعرفش يعني كان اصلا هو يعني بيعمل انما لو في ناس طبعا سياسه من زمان كان في برنامج اسمه مع هيكل كان بيجي على الجزيره محمد حسين هيكل احنا محمد حسين هيكل يعني كان من اول الناس اللي كنت بعرف قبل ده محمد حسين هيكل لما يجي هو مش كان عايز كرسي قوم يا ساندو خلاص محمد حسين هيكل لما يجي يتكلم انا حاسس ان هو عنده رحميه مسلمه فهو دايما انا واحده وانت واحده ما يرقص فيما يعلم في تحالف الشريك واجب يا جماعه انا تقريبا هو في ناس كتير جدا بعرف اقلدها بس الحقيقه الناس دول ايه؟ الناس اللي انا بقلدهم الناس اللي انا بحتفي بيهم ماشي؟ فيعني انا في ناس بعرف كده لكن هم اصحاب الشخصيه فيعني اعتقد ان كلهم مش عارفين. انا على قد ما اقدر حاولت ان انا اجيب معظم الناس اللي هم اللي عندنا في الكليه يا رب اكون وفقت حاجه زي كده ويا رب اكون